مبدئيا كده كل سنة وانتم طيبين. احنا في أواخر رمضان والعيد نهاية الأسبوع ده إن شاء الله. تقبل الله صيامكم وكامل طاعتكم، وينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة يا رب. وعيد مبارك علينا وعليك يا عم. أتوقع كده أنا أول واحد يعيد عليك، سبقت الكل أهو عشان ما تقولش نسيتك. ندخل بقى في موضوع النهاردة. يلا بينا ندخل. معك إسلام عبد الوهاب، مهندس متخصص تحكم الذكي للبيوت. بس تنويه بسيط كده قبل ما نبدأ. الفيديو ده هيكون مقسوم على جزئين، جزء دلوقتي وجزء بعد العيد، فما تنساش تفعل جرس التنبيهات. التحكم في المكيفات، الموضوع ده بقى غير كل المواضيع اللي فاتت. احب اقول لك انه التحكم في المكيفات هو اهم حاجه في بيتك، لانه التحكم في المكيفات بيعتمد عليه بشكل مباشر استهلاك الكهرباء. لانه ببساطه اكتر حاجه بتستهلك كهرباء في البيت هي المكيفات، فكله بقى بيدور على توفير استهلاك الكهرباء من موضوع المكيفات. عشان كده بقى احنا هنتناول كالعاده موضوع التحكم في المكيفات بشكل مفصل، عشان تفهموا كده وتهضموا بدل اكل رمضان ده اللي مش عاوز يتهضم لحد دلوقتي. أول حاجة لازم نعرف إن في عندنا أنواع من المكيفات. أشهر الأنواع هما مكيف شباك، مكيف سبليت، مكيف باكج، مكيف كونسيلد أو مخفي، وده يندرج تحته أنواع. طيب نهدي اللعب مع بعضنا كده وناخد الموضوع واحدة واحدة. في البداية وقبل أي حاجة في معلومة لازم نعرفها على السريع. جميع أنواع المكيفات بتتكون من جزئين رئيسيين لا ثالث لهم: كومبريسور، المرحلة دي اسمها كومبريسور الوداع. هتخرجوا من هنا بني ادمين جداد. ومروحة. الكمبرسور ده المسؤول عن التبريد أو التسخين، والمروحة مسؤولة عن توزيع الهواء، سواء كان هواء بارد جاي من الكمبرسور ولا هواء عادي في حالة كان كمبرسور مطفي. طيب أول نوع معانا من المكيفات هو المكيف الشباك. ده كلنا عارفينه صح؟ ده مكيف عادي جدا بيكون فيه بلاج أو فيشة بتوصلها بالكهرباء وبيشتغل. بس خلي بالك لازم تراعي التيار بتاعه، لأن المكيفات بيكون تيارها عالي، مينفعش توصله على أي فيشة عندك في البيت. لازم تكون فيشة معمولة مخصوص للمكيف، بتكون في الغالب جاية من لوحة الكهرباء الدايركت، وبيكون ليها بريكر لحالها وخاصة بالمكيف ده بس. وبتتحكم في المكيف ده بقى عن طريق الترموستات اللي بيكون فيه. ترموستات على قد حاله كده، في درجات بتلفه وتظبطه على الدرجة اللي انت عاوزها. طيب قبل ما نكمل بقى لازم نتعرف على مصطلحين مهمين جدا وهيساعدونا نفهم طريقة عمل المكيفات بشكل عام. أول مصطلح هو السيت بوينت تمبريتشر، وهو درجة الحرارة المطلوبة، يعني اللي انت عاوز الغرفة تكون عليها. لما تيجي تظبط المكيف مثلا على 22، يعني انت عاوز الغرفة دي تكون درجة حرارتها 22، أو سيت بوينت هو ده اللي هو 22. طيب المصطلح الثاني هو الامبيانت تمبريتشر، وهو درجة الحرارة المحيطة أو درجة الحرارة الفعلية للغرفة حاليا. يعني لما تظبط المكيف على 22 مثلا، تكون درجة حرارة الغرفة كام؟ يا إما بتكون أعلى من 22 أو أقل من 22. عشان كده بتكون متضايق ومش مرتاح وعاوز تنزلها ل 22 أو ترفعها ل 22. هي دي بقى درجة الحرارة اللي اسمها ambient temperature. تمام لحد هنا؟ اوعى يكون الصيام أثر عليك كده في آخر رمضان وبدأت تفقد تركيزك. لا انشف كده وصحصح، هانت كلها كام يوم وليه يجي. طيب نرجع لموضوع المكيف الشباك. المكيف ده بقى فيه ترموستات بنظبط عن طريقه. لحظة لحظة، وانا ما قلتلكش يعني ايه ترموستات اصلا؟ يا اخي بيعجبني انك فاهم ومركز معايا. طلعت انا اللي الصيام مأثر عليا. ما علينا. الترموستات ده يا معلم اعتبره جهاز كمبيوتر صغير كده مربوط بالمكيف بتاعك، بيقول للمكيف يعمل ايه وما يعملش ايه. بيكون مربوط فيه حساس حرارة سواء جواه ولا حساس خارجي، وبرضه بيكون مربوط فيه الكمبرسور والمروحة بتوع المكيف. فاللي بيحصل ايه بقى؟ الحساس طول الوقت بيقيس درجة حرارة المكان، وبيبعت القياسات دي للترموستات. الترموستات بقى انت بتظبطه مثلا على درجة حرارة معينة وليكن 24. الحساس المربوط فيه بيقول له درجة حرارة الغرفة دلوقتي يا سيدي 20 مش 24. فالترموستات بقى بيروح يعمل ايه؟ بيفصل الكمبرسور التبريد ويخلي المروحة بس هي اللي شغالة لحد ما درجة الحرارة ترتفع ل 25 مثلا، وبعدين يشتغل الكمبرسور مرة تانية عشان يبرد الغرفة لحد ما تنزل ل 24. ولو برد بزيادة ونزلت ل 23 بيوقف الكمبرسور لحد ما توصل درجة الحرارة تاني ل 24، وهكذا بقى. مش هنقعد الفيديو كله نكرر. وصل الفكرة؟ يعني الترموستات ده وظيفته يحافظ قدر الإمكان على درجة الحرارة اللي أنت طلبتها منه. في المثال بتاعنا اللي هي 24، يقعد بقى طول الليل يطفي ويشغل في الكمبرسور، المهم يحافظ على درجة الحرارة اللي أنت طلبتها منه. تحسه شغال عندك الترموستات ده. وعلى فكرة كلمة ترموستات أصلها يوناني، ترمو يعني حرارة أو سخونة، وكلمة ستاتوس يعني واقف أو ثابت.
يعني من الاخر ترجمتها الحرفيه مثبت الحراره او السخونه، وهي دي وظيفته فعلا، اسمه على المسمى. لانه الجماعه دول عندهم المكيفات اكتر حاجه بتسخن مش بتبرد، لانه الجو اصلا عندهم بارد. طيب نرجع للمكيف الشباك. الترموستات بتاعه غالبا ما فيهوش درجات ديجيتال، في بس مؤشرات كده وانت بتظبطه للنص او للربع وهكذا، نفس فكره الارقام بس بالمؤشر. النوع الثاني وهو المكيف السبليت، ده نفس الفكره، ولكن الفرق بينه وبين الشباك انه السبليت بيتكون من وحدتين، على عكس الشباك اللي بيكون وحده واحده، وكمان ما فيهوش صوت زي الشباك، وتوزيع الهواء بتاعه احسن، ومميزات كتيره جدا. بس مش ده موضوعنا، احنا مش جايين نعمل اعلانات ترويجيه للمكيفات. نسيت اقول لك ان السبليت كمان اغلى من الشباك. نرجع لموضوعنا. التحكم بقى بالسبليت بيكون عن طريق الريموت كنترول، موجات راديو بتنتقل من المرسل اللي في يدك للمستقبل اللي في المكيف، وبينفذ الأوامر بناء على الموجات دي. ولو كنت شفت الفيديو اللي قبل ده كنت عرفت إني هتكلم عن موجات الراديو دي في فيديو منفصل إن شاء الله. المهم، عدا الفروقات اللي قلتها دي الباقي كله نفس الفكرة. بالنسبة لضبط درجة الحرارة بيكون عن طريق الريموت كنترول اللي في يدك، بتظبطه على 23 مثلا، بتلاقي الترموستات اللي جوه المكيف أخذ أمر إنه يتظبط على 23، وظهر لك على الشاشة اللي على المكيف مكتوب 23، ويبدأ بقى زي ما قلنا يقعد يطفي ويشغل الكمبرسور عشان يحافظ على درجة الحرارة المطلوبة اللي هي 23، مع العلم إنه المروحة بتكون شغالة على طول ما بتوقفش. واللي بيستهلك كهرباء هو الكمبرسور مش المروحة، يعني مش عشان المكيف شغال معناته بيستهلك كهرباء عالية، لا مش شرط أبدا، ممكن يكون شغال مروحة بس، أما الكمبرسور مطفي، في الحالة دي مش بيكون عندك استهلاك عالي. فهمت حاجة يا عم الحاج؟ طيب نيجي بقى للنوع الثالث وهو المكيف الباكج. طبعا نفس فكرة المكيفين اللي قبله في الوظيفة، ولكن ميكانيكية التحكم وطريقة التركيب تختلف. النوع ده من المكيفات بيكون عبارة عن وحدة واحدة بس خارجية، أيوة خارجية، مش بيكون في أي وحدات داخلية. بس كل اللي بيحصل إنه بيكون ممدود دكت واصل بين الوحدة الخارجية دي وبين الغرفة المسؤولة عن تبريدها. الوحدة الخارجية دي بيكون فيها الكمبرسور والمروحة وكل حاجة، وسلك الترموستات كمان بيكون واصل عليها. الستاندرد كونكشن بتاع الترموستات مع لوحة التحكم مع الوحدة دي بيكون كالآتي: عندك الار اللي هو الكهرباء اللي بتشغل دايرة التحكم، والسي بيكون السالب بتاع الباور ده، والجي بيمثل المروحة، والواي رمز الكمبرسور البارد، والدبليو رمز الكمبرسور الحار. طبعا هتلاقي بعض المكيفات فيها واي 2 ودبليو 2، معناها ان فيها دبل كمبرسور سواء حار ولا بارد. فبيطلع عندك من كل واحدة من الوحدات دول سلك للترموستات بتاع المكيف، والترموستات بيكون جواها ريليز، نفس نظام تشغيل اللمبة. لما تنزل درجة الحرارة هتلاقي الكمبرسور اشتغل زي كأنك بتشغل لمبة، ولما ترفع درجة الحرارة هتلاقي الكمبرسور طفى زي كأنك بتطفي لمبة. تمام لحد كده؟ ولو ما تعرفش يعني ايه ريلي، سايب لك تحت لينك فيديو اتكلمت فيه يعني ايه ريلي.